وزي ما حضراتكم شايفين الشكل ده من الأشكال التعادلية. فكرة الأبيض إن هو يجيب الملك ده قدام البيدق بتاعه عشان يضمن التعادل. إزاي الكلام ده؟ كش روك جي 8 تشيك، كينج اف 5 بيتابع البيدق بتاعه بس من على الجنب أو الطرف زي ما بيقولوا، في مربع ما بينهم. كش تاني مفيش فرصة إن أنت تزق. كينج جي 4 إجباري هيفضل مستلمك كشات، ولو بعدت بالملك بتاعك في الصفوف دي البيدق هيبقى ضعيف وهيقع. كينج اتش 3 بيقول له الصبر حلو، واحدة واحدة هسوق البيدق بتاعي. هقول لك الطابية بتاعتك دي أول بس ما هتتحرك أنا هقرب، وأنا قريب من المربع ده بحيث ما تعرفش تطلع بالملك بتاعك. هات البيدق، زق البيدق، روك جي 8. هتلعب ايه؟ فإجباري إن أنت تيجي في كده بكده أو كده. أنا هفضل رايح جاي بالرخ بتاعتي. طيب لو جيت لك هنا بحيث أجي أقفل هنا، هقول لك روك جي 1. طيب هنزل روك جي 7، دي ما عادتش متاحة دلوقتي، ملك نزل خطوة. طيب زق. روك جي 6، من النقلات الجميلة جدا النقلة اللي فاتت دي، إن أنت أجبرته ما يلعبش النقلة بتاعته دي. طيب لو لعبها روك في جي 4 تاكل كينج اي 2، كينج اف 1. ولو زقيت أنا بدخل وبسيطر على الخانة دي. طيب لو ما زقتش وجيت حمتها، أقول لك تصبح على خير، الدور تعادل إجباري. أنا حبستك وسيطرت على الثلاث مربعات دول، مفيش فوق. ستيل ولسه مع بيدق القنار زي ما حضراتكم شايفين. الأبيض هو اللي عليه اللعب، فبست موف هي روك دي 3 جيدة. مشي بالبيدق بتاعه اتش 4. النقلة دي نقلة من الأسود. انت خلاص كسبت الدور، عشان ما قداميش وقت ان انا ادي كشات او اركب البيدق من ورا والعب على الصف الخلفي. فباجي انا اركب البيدق بتاعي، احط الرخ ورا البيدق وطالب سقف. قلت لك هعمل لك بلوك روك اتش 3،
كينج اف 5. ودلوقتي هات التيمبو ده كينج جي 4 تشيك. هتيجي هنا هيجيلك روك بي 7 ايش، تنزل واروح نازل لك كينج جي 3. طالب مات وطالب مكسب، هاخد الرخ بتاعتك اقل واجب زي ما بيقولوا. طيب اللعب الصحيح ايه؟ بعد روك دي 3 بنلعب روك اف 3 جيدة جدا. ودلوقتي بطلب تكسير. هتاكل سيطرت خلاص على الخانة دي. عاوز اقول لكم معلومة، لو في 100 عسكري على عمود الاتش او عمود الاي والملك مسيطر على الخانة الكورنر ده هنا ما بيترقوش لو معاك 100 عسكري. طيب لو لعب كينج جي 5 عاوز يدعم البيدق بتاعه، هقول لك روك اف 8 هتزق. هقول لك هات البيدق تحمي البيدق كش برضه كش بارد تخش جوه، وانا كده حجزتك. اول ما هتتحرك بالطبيعة الجميلة دي في اي مكان وتسيب العمود ده، انا هقرب الملك بتاعي واسيطر على الخانتين دول، خانات الخروج. ومع درس جديد من نهايات الارخاف وهو وضع الرخ قدام البيدق بتاعه، يعني الشكل ده. الابيض معاه بيدق ورخ، بس الرخ قدام حامية البيدق ده، فما تقدرش تغادر الصف لانها تخسر البيدق. ولو جيت تحمي البيدق بتاعك هنا، انا هستلمك طبعا كشات رايح جاي. بالطريقة دي تبعد، اجي امسك البيدق من الخلف بحيث تتحرك بالرخ دي في اي مكان على الصف ده، اكل انا البيدق ده. الشكل ده يبقى جميل لو الملك ده رحل خطوة هنا او هنا، تدي كشة وترقي، او تيجي هنا كورنر. يعني الملك ده لو هنا على الاف 7 وجيت انت في الكورنر هنا، يا ترقي وزير يا تدي كش وتاخد الطبيعي. بس هو افضل مكان واقف فيه الملك الاسود هو الجي 7، ما بيتحركش من المربعين دول رايح جاي، والطابية عندها حرية الكشات في الصف الخلفي. نفس الشكل الرخ قدام البيدق، بس الوضع ده مختلف. الملك ده هنا عامل جدار مانع الكشات بتاعته الرخ بتاعته. الشكل اللي فات الملك ده كان هنا مسيطر على الخانة دي يعني. تمام. تختلف، ايوه تختلف الحكاية زي ما بيقولوا، لان الفكرة جميلة. هاجي هنا روك سي 8 فكرة، بقول لك انا عاوز انزل وزير دلوقتي. هتعمل ايه لو اكلت البيدق؟ ما هو بلاش، لا هقول لك كش الكشف هنا وهات الرخة بتاعتك دي، وتدور مكسب بالفكرة دي.